السلام عليكم، حياكم الله يا إخوة. سأذكر لكم هذه القصة لغرض العظة والعبرة لمن أصيب بمصيبة، لمن مات عليه قريب أو حبيب أو صديق، لنتعظ ولنعتبر ولنرضى بقدر الله. كان هناك رجل له 3 أولاد صغار وزوجة في هناء وسعادة وأمان وسكينة واطمئنان. ذات يوم جاءهم أضياف، فقام الأب وذبح لهم كبشا والأولاد ينتظرون، ودخل للجلوس مع أضيافه بانتظار الطعام. وقامت الأم بتغسيل أصغرهم في وعاء كبير مليء بالماء، فأخذ أكبرهم السكين يقلد أباه في ذبح الشاه، وقام على أخيه الأوسط فأضجعه ثم ذبحه ذبح الشياه. وجاء لأمه يخبرها، فصاحت ورمت بالصغير في وعاء الماء، فغرق الصغير في الوعاء، ثم خرجت للأوسط وهو يتشحط في دمه، وهرب أكبرهم للشارع، اعترضته سيارة فدهسته. ذهلت الأم وثكلت جميع أبنائها، فجاء الأب فإذا بها تترنح وتخبره الخبر، ثم تسقط ميتة وجدا على أبنائها ال3، وإنا لله وإنا إليه راجعون. صبت عليها مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن ليالي. أما الأب فحمد الله واسترجع، ثم دخل إلى أضيافه وطلب منهم أن يحفروا قبورا، وأخبرهم الخبر، فيا له من خبر ويا لها من ضيافة. حفروا القبور وصلوا على الجميع ودعوا للميت والحي، واستعد كل واحد منهم أن يقدم ابنته زوجة لهذا الرجل الصابر، فاختار ابنة أحدهم فتزوجها. ويذكر من نقل هذا أن له 13 ولدا من هذه الزوجة. حدث عظيم وخطب أليم. فهل نظرت إلى هذا أيها المصاب؟ فما مصابك مع مثل هذا المصاب ستهون عليك مصيبتك بلا شك. واعلم أنه هناك من هو أعظم من مصابك. فإذا علم المصاب علم اليقين أنه لو فتش هذا العالم كله لم ير إلا مبتلى بفوات محبوب أو بحصول مكروب سري عنه. فسرور الدنيا أحلام، إن أضحكت أبكت وإن سرت ساءت. وما حصل لشخص يوما سرور إلا أعقبه شرور، فلكل فرحة ترحة، وما كان ضحك قط إلا وكان بعده بكاء. فلتعلم ولتتأمل أحوال المكروبين أيها المصاب، فما مصيبتك بينهم إلا ذرة في فضاء المصائب وقطرة في بحار الكروب. تأسى طال الله عمرك بالألاء، مضوا ولهم ذكر جميل مخلد. فلو لم يكن في الموت خير لمن مضى لما مات خير الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم.